طيب يا ابو الصيف وردي، الله يعينك عنزول. صبحناكم بالخيرات من وطن حلونا فات. وينك يا عين عمك، وينك يا عين عمك، مواطن شكله تعبان، مال المل وضعه قرفان. وينك يا عين عمك، وينك يا عين عمك. ابو كرمو حلو نكشات، عنده دخلات وطلعات، والفاتو لسه ما مات. وينك يا عين عمك، وينك يا عين عمك. ايه الفرن اللي خلقك طعام. رمضان كريم علينا وعليكم. قريب يا حباب، معروك والجلاب صاروا اصحاب، بطلنا كار الخضره كله. السلام عليكم. عليك يا لطيف الورد. عليك سهلين والله. وينك يا زلمه علي؟ ليش وانا صار لي ساعه بدور عليك؟ قلت بدي اياك بموضوع ضروري وشيغل لي بالي. الله لا يشغل لك بال. خير؟ احكي لي هيك وفضفض عن اللي قلبك ونفس عن غضبك. هلا بدي نفس ابو سطيف، شوي من نفس بس نفطر. بدي احكيك بموضوع العطار. هذا الولد شيغل لي بالي طاول، يعني ما بروح من بالي، لانه هلا متغير. عم بقول لك بتحكيه 50 كلمه يمكن ما يجاوب بكلمه حتى. لك صحيح هو منافق وكولجه وصوله، بس ما بصير. لك لازم هذا من بلدنا، ولك ما بيحن على العود غير قشره. والله كنت بدي احكيك بنفس الموضوع. يعني بتحسه بده يهبل او ممسوس، يعني متغير كتير وحتى نفاقه خفان. هلا ممسوس ما ممسوس مستبعد هاي، لانه المنافقين اخوات الشياطين، يعني خوش بوش. لازم نحن نروح هلا ناخذ درب طريقنا ونروح لعنده على الدار، نزور ونقوم بالواجب ونفهم شو الرواي. لازم بس خليها لبعد الافطار معناتها. يلا عطاءة الطوب بنطلع. يا رب يا رب. اهلا وسهلا بالشباب، اتفضلوا اتفضلوا. يا رب يا رب. ابو الصيف شايف مثل ماني شايف. يا رب شفناكم بخير. السلام عليكم. ما في فوتوا انت وياه، هاي الخلطة الي ما الكن. اهلين عطار، شلونك؟ يا هلا يا هلا. شلونك؟ هلا الشباب. اخ والله صار لي اسبوع غايب عن هالدكان وعن السوق، ما حد تذكرني غيركم يا اصيلين. هاي بنزين لا شو هاي الخلطة. خطة لك لا هي عطار، ما عاد اسمع منك هالكلام طاوي. انت قد ما كان بتضل ابن حارتنا وابن بلدنا. ومع انه ما وقت هالحكي، بس مشان تعرف يا عطار انه الكولكه لفلان ولعلتان عند الجد ما بتنفع. ولازم تعرف انه الانسان الاصولي والكولجي واللي ما عنده مبدا العالم ما بتحبه. اكيد اعذرني على صراحتي. احكي خا يا ابو سطيف احكي وخذ راحتك. كل هذا الحكي انا عرفته، بس يمكن بعد فوات الاوان. بس صدقني اعتزالي بالبيت وبركتي وبعيد عن هالعالم كله بس لحتى صلح غلطي وصلح ضمير التعبان. نعم رصني لك ابو الصيف، رصني ما عم بصدق اللي عم يحكيه. هلا معقول عطار محمود جوزة الطيب ابن عايشي عم يحكي هالكلام؟ لا خايا ابو سطيف، لا تقرص ولا بقرصك. خايا بكرمه والله كل كلمة عم بقولها طالعة من صمصومة قلبي هالبايظة. الله يبشرك بالخير يا عطار، بس فهمنا شلون بدك تصلح غلطك وتحسن صورتك المشوهة بين الناس. زتيت لساتك قاعد هون؟ قوم زت حالك، ركبنا عبريق شاي يلا على السريع حباب. تكرم عيونك عمي ابو سطيف، احلى استكانة شاي لاحلى شباب سراقي بالحرة. يلا العمى حتى زدت صاير مؤدب. لك عطار هات احكي لنا نشوف ايش عم تشتغل، وانت هلا شلون بدك تغير طبعك؟ بعدين تعال هلا شلون بدك تغير نظرة الناس هاي اللي عم تنظر لك نظرة ازدراء. اخي يا شباب، لك والله تعبت من النفاق وتعبت الناس معي. لك والمشكلة في شباب صغار عم تتقيد بطباعي وعم تقلدني، من نون زتيت بيني وبينكم. لهالسبب قررت اعمل خلطة الي سميتها الترياق قاهر النفاق. بلكي بتنفضني نفض بترجع لي مية وجهي اللي كبيتها بالزبالة بأقوالي وأفعالي. دخيلك يا عطار طلع. إذا زبطت معاك الخلطة بدي خليك تعمل منها صهريج ونروح نخلطه بحابوز المي تبع الضيعة
وتأكد وقتها كل مشاكلنا رح تنحل، لك يمكن تنتصر الثورة. بس بدك دير بالك هاب، لا تخربط بالخلطة، لأنه بتعرف هذيك المرة اجانا ولها، يمكن هاي المرة يجينا جنكيز خان، الله أعلم، يبقى بيقبل نقل بالزعرور. دخيلك يا عطار. لا تشيلوا هم شباب، لا تشيلوا هم. أنا معتكف بالبيت لحتى أضبط الخلطة على الستاوى أجمعين. وهلا صرت باللمسات الأخيرة، يعني بكرة الصبح بدكم تلاقوا عطار غير العطار القديم. رمضان كريم، قريب يا حباب، وينك؟ شلونك؟ حبيبي يا ابو سطيف. عم بستنى لك ولا العطار؟ لا جلال. تأخر. تأخر. قلبي انشغل عليه، بدي ما تكون الخلطة رجعته وطالعت له ديناصور من العصر الجراسي ياكله. لا إذا ما لمع نجمه نخطف رجلنا لعنده. ضروري. لسه بدكم تخطفوا؟ لك ما سمعنا خطفوا تجويل وظلم وقهر؟ من هون وهيك العطار ما بخي يخاف خالص. ببشركن الخلطة نجحت. لا أنا برأيي الخلطة الآدمي أنت ما عاد تبطلها عادي، الخلطة الآدمي بدها تكون عن قلة الذوق أكيد. عسيرة قلة الذوق، ترى صار عندنا في شغلات في المناطق المحررة فاقت قلة الذوق بأشواط طويلة. العمى كانوا الضرب ما ضرب اصحابي يا ابو كرمو، حاسس لك الغالب بده يفتح لها. ترى صرعونا صرع بالانتصارات، كل يوم 17 انتصار، وبالاخير لقينا حالنا محصورين في ادلب. على موجب انتصاراتهم لازم يكون هلا نحن على اسوار الصين او احراش استراليا. العمى سمعت شو قال العطار؟ العمى عطار دخيل صفاحة قد شوي، ياك العمى يا طخو يا حرطم لبخو، ما عندك حل وسط، قد ايدي بنظاراتك. خيرة شبابنا بسجون الثورة. طيب بدي اسألكم وين الطيارين؟ حدا يفهمني وينهم؟ مئات من الأسرى للنظام عم تنهزم من عنا، شلون عم يوصلوا أهاليهم؟ لك فهموني؟ كعك داخل عليك عطار، ما هيك قلنا لك تنبحث يا زلمه، بحق الاخوه اللي بيناتنا فضه، في برقابنا كومة لحم يا خاي. عسيرة اللحم والأولاد، البلاد كلها صارت بإيدهم، ونحن طلعنا برا، استلموا المناصب المؤيدين والحزبيين، ونحن أكلنا صيف الهزيمة غنيمة، قوم صار بدها سكويز. لك هيك وين هزمتوا؟ لك تعالوا بدنا نحكي، ترى إذا ما حكينا هلق وانتفضنا بدها تكون نهايتنا وسخة. لك قمنا بثورة قدمنا فيها الغالي والنفيس لما يجينا أظلم ونصير نتبكروا على الأول. يا عالم يا هو، ترى بعرف حالي هلق بدي أفقع وعبوي ناس فيه لأنه هدني وما في قصف، لأن إذا ما ضربنا بشار الأسد بيضربونا الغوالي. بس بدي أحكي وأحكي وأحكي وبدي أفش كل قاري. يخرب بيتك يا زتت على الخلطة اللي جابت اخرته لمعلمك. العمى الله يرحمك يا سدير، في الطفولة عاد مانك حسود وعينك ضيقة، اخذت البسطة معك. الله يرحمك يا معلم، الله يرحم ترابك ويسامحك دنيا اخره. بس في سؤال مهم عم يخطر ببالي يا شباب، انه وين الطيارين اللي بزمان وبخونا في الكيماوي؟ وشو باش ب$100 محروقة لعيونك يا الرندا. كانوا الغالي شربان من الخلطه، خلينا نطلع برا الضيعه احسن ما نفقع. يسر عرضكم يا شباب، خلينا ننهي الحلقة قبل ما توقع الفاس بالراس. لا ما الحلقة، المسلسل كلياته قبل ما يفوت الأوان. يا شباب انتوا معي بهالحكي لا مخرج مصور كاتب، وينكم مخرج؟ كل شيء اللي ببالكم كملوا كتابي، نحن رايحين. وينك؟ وينك يا عين عمك؟ بالغنا شوي ببعض العبارات ولكن من أجل الدعابة فقط، أما المواقف فهي جزء بسيط للأسف من الأشياء اللي عم تصير في المحرر. بس حبينا نوصل الفكرة للعالم كله، كل شيء عم بيصير في المحرر هو جزء كتير بسيط أمام إرهاب النظام وروسيا. تابعونا بالمسلسل الجاي. لك اين روسيا واين نظام؟ عملت لك خلطة شغلة كبيرة. ماذا الخلطات؟ ماذا؟ هاي ابو كرمو شلح البدلي خالص انا خلصت هلا نظارات ومشى الحال ان شاء الله يا رب. وهات عنك هاي مشان نطالع. زتت زتت هاي ابو خالد، يلا اتمنى المال عجبكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. سلام.